سلام الله عليكم إخواني الكرام، مرحبا بكم في قناتي كنطولة أوفيسيال. رعاية الأغنام مهنة قديمة تتطلب الصبر والخبرة. ننتقل بين الجبال والمراعي باحثا عن الأكل والماء لأغنامنا. الجبال توفر مناظر خلابة، لكن الحياة هنا صعبة. نواجه تحديات مثل الجفاف التي يقلل المراعي، وأحيانا الأمطار الغزيرة التي تعرقل الحركة. في الصيف الجفاف يجعل البحث عن الماء صعبا، فنحن نضطر إلى السفر لمسافة طويلة للوصول إلى مصادر المياه. نعتمد على معرفتنا بالمنطقة لتحديد أماكن تجمع المياه الطبيعية. نراقب الأغنام وهي ترعى، ونحميها من الحفر والمناطق الخطيرة والذئاب. وفي الشتاء الأمطار قد تجعل المراعي خطيرة بسبب الانزلاقات، لكنها ضرورية لنمو الأعشاب التي تتغذى عليها الأغنام. نعيش بعيدا عن المدن حيث الطبيعة القاسية لكنها جميلة. نحتاج إلى التكيف مع الظروف المتغيرة كل يوم. الأغنام تحتاج إلى الرعاية المستمرة، ونحن نحميها من الحيوانات المفترسة وتغيرات الطقس. في الليل نجمعها في حظائر مؤقتة لحمايتها. نراقب النجوم ونستمتع ونسمع أصوات الطبيعة، ونحس براحة في هذا أو في هذا. هناك أيام جميلة، مثلا عندما تمطر السماء والأغنام ترعى بسلام حتى المطر، وهناك طبيعة رائعة تهود الحياة. رعاية الأغنام في الجبال عمل شاق لكنه ممتع. نتعلم الكثير من الطبيعة ونحافظ على تراثنا. هذه الحياة تعلمنا الصبر والاعتماد على النفس. نحن جزء من هذه البيئة ونحترمها كما تحترمنا. نتعلم من الأغنام كيف نكون أقوياء وكيف نتكيف مع التحديات. لا تنسوا متابعة القناة ودعمنا باللايكات والإعجابات، وضعوا أي تعليق سنرد عليكم. اسألوا أي سؤال. Oh!